السلام عليكم. اليوم نتحدث عن حساب كمية الطابوق. كيف تحسب الطابوق داخل الموقع؟ طبعا أكثر المواضيع المهمة بالموقع هي حساب الكميات الإنشائية. حساب المواد الإنشائية مثل حساب الطابوق، حساب الخرسانة، حساب الرمل، حساب الإسمنت، حساب الحصى. فهذه ضرورية له مهندس الموقع لأنها تحتاج كلش بالضرورة. اليوم نبدأ بحساب الطابوق. نريد نحسب الطابوق. طبعا أبعاد الطابوق حسب المواصفة العراقية هي 24 سنتيمتر، عرضها 11.5 وارتفاعها 7.5. أبعاد طابقة بعد البناء راح تنضاف إليها 1 سنتيمتر كمونة، تصبح الأبعاد 25، 12.5، 8.5 سنتيمتر. نريد نحسب كمية الطابوق في المتر المكعب. حجم الطابقة بعد البناء 25 سنتيم في 12.5 سنتيم في 8.5 سنتيم، يطلع 0.00265 متر مكعب. هاي حجم الطابقة الوحدة بعد البناء. نريد نطلع عدد الطابق الكلي. شو نقسم 1 متر مكعب على حجم الطابقة الوحدة؟ طلع تقريبا 378 طابقة. احنا ايش نضاف ليها؟ نضاف ليها الخسائر عن التلف والخسائر 5%. نضرب العدد ايش قد؟ 378 في 5% يطلع 19 طابقة. العدد الكلي اللي هو طلعنا ايش قد المتر مكعب؟ 378 زائد الخسائر طلع 397، يعني يساوي 400 طابقة لكل متر مكعب واحد. يعني حجمها تاخذ ستاندر بالموقع. حجم المتر المكعب واحد ياخذ 400 طابقة. انت بالموقع ما تحتاج الحسابات، تحفظ بس هذا الرقم، المتر المكعب الواحد 400 طابقة. هاي يوضح شلون منين اجت 400. بالموقع مثلا تحسب كمية طابق بجدار معين. هسه مثلا عندنا جدار 10 متر، ارتفاع 4، طبعا السمك 25 سنتيمتر. تيجي الحجم 4 في 10 في 25 سنتيمتر، طلعت 10 متر مكعب. تيجي تحسب عدد الطابق 10 أمتار مكعبة، في قلنا المتر الواحد ياخذ 400 طابقة، طلعت 4000 طابقة. عادة عندنا السيارات يسمونها الدبل بالموقع تاخذ 4000 طابقة. يعني إذا تريد تحسب ايش قد عدد السيارات تقسم ال 4000، السيارة تاخذ 4000 تطلع واحد سيارة. مثلا طلعت عندك من الكمية تحتاج 16000 طابقة. شو تقسم 16000 على 4000 تطلع عندك 4 سيارات. انت بعد بالموقع تحفظ ان كل 1 متر مكعب ياخذ 400 طابقة. مثل عندك حساب كميات طابق البيت تحسب. انت مثلا الوحدة السكنية عادة ارتفاعها ثابت مثلا 3 امتار، والسمك عندك سمك الطابق 25 سنتيمتر. تحسب طول الجدران، في ارتفاع في السمك، يطلع الحجم بالمتر مكعب، تضربه بال 400 يطلع عدد الطابق اللي انت تحتاجه بالموقع.